ابني عنده 17 سنة وعايز يعمل شعره تسريحة مش عجباني خالص، أعمل إيه؟ ما تزعليش مني، بس من فضلك سيبيه يعمل شعره زي ما هو عايز. موضوع الشعر ده عند الولاد المراهقين بالذات بيبقى نوع من أنواع التعبير عن النفس كده وعن الشخصية وعن الهوايات والحاجات المترقعة اللي بتطلع في دماغي، فببقى عايز أعملها. وخلي بالك الولاد في السن ده ما بيبقاش عندهم مساحات حرية كبيرة، حياتهم بتبقى غالبا متخططة لهم، داخلين مدارس عاملة إزاي، أنهي نظام تعليم، بيتمرنوا رياضة إيه، بياخدوا دروس إيه. مساحات الحرية في حياتهم قليلة جدًا، فالمساحة بتاعة حرية إنه يختار تسريحة شعره دي سيبيها له لو سمحتِ، حتى لو مش عاجباكِ، بس محتاجين نتفق على حاجة. ما تقعديش بقى في الرايحة والجاية تبصي له بقرف، ما تقعديش تقولي له إيه اللي أنت عامله في شكلك ده، ومعلش استحمليني، يا ريت كمان تمدحي شكله. وتقولي له تصدق يا حبيبي أنا ما كنتش متخيلة إن تسريحة الشعر دي هتطلع حلوة عليك كده، تصدق الحلقة دي ما كانتش عاجباني في الأول، بس لما شعرك طول شوية اكتشفت إن أنت كان عندك حق وإن القصة دي حلوة قوي عليك. وشوفي رد فعله هيبقى عامل ازاي. والله العظيم يا جماعة لما بقابل ولاد في السن ده وبيبقوا عاملين شعرهم بطريقة غريبة وبمدح شكلهم، كأن الروح رجعت لهم من تاني، ووشهم بينور كده وبيبتسموا، لأن من كتر اللي بيشوفوه من باباهم ومامتهم في انتقاد شكلهم في الرايحة والجاية طول النهار والليل، بيبقى نفسهم يسمعوا كلمة حلوة. طب ما انتي أمهم، انتي أولى ان انتي تقولي لهم الكلام ده. خلي بالك برضو ده ممكن يبقى نوع من أنواع جذب الانتباه، لأن الولاد في الفترة دي ثقتهم بنفسهم ما بتبقاش أحسن حاجة. ممكن يكون مش متميز مثلا في دراسة ولا في رياضة معينة ولا في هواية هو متفوق قوي وبياخد مدح عليها كتير، فلما يعمل شعره بشكل غريب هتلاقي الناس دايما بتسأله عن شعره وبتمدح شعره ويمكن تنتقد شعره كمان، فهو بيحس بنوع من أنواع الاهتمام. ويا ستي كلها كام يوم ولا كام أسبوع وشعره يطلع تاني، ما حصلش حاجة، فمعلش تعالي على نفسك واستحملي الكام يوم دول. فلو سمحتي اهتمي بيه بشكل إيجابي، وأوعدك إنك لو مدحتي شكله كتير وشعره اللي شكله غريب ده، حتى لو هو قالك أوكي ماشي يا ماما عادي وما بينش إن هو مهتم يعني بمدحك ليه، أنا واثقة مليون في المية إن بينه وبين نفسه هيبقى مبسوط، والأهم إن علاقته بيكي مش هتبوظ بسبب تسريحة شعر. سلام عليكم.